يا اخي تيجي تكلم اي زملكاوي او تجادله يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، الاهلي الحكام بيتجاملوا، اصل بطولاتكم كلها حرام. الاهلي بيتفوت له متوشه معينه من فرق معينه في الدوري، الاهلي بيتغير له اللوائح عشان يكسب الدوري. الاهلي ساعه وكاله الاهرام كان بياخد اكتر من الزمالك. اتاري كل ده بيوصف نفسه واحنا ما نعرفش. وهثبت لك بالدليل القاطع، هسمعك دلوقتي رموز نادي الزمالك ورؤساء سابقين وحاليين ووزير الشباب سابق وهو بيقول لك الكلام ده بس على نادي الزمالك. يلا بينا. اسمع كده، الحكام بيجاملوا الاهلي مش عارف. ما اقدرش اقول لك حاجه زي كده، لان ديت عمليه بتبقى عمليه، يعني عارف ازاي انت بتحاول تحسس نفسك انك دايما مظلوم. هو دايما الزمالك كده تحاول عيان بالاحساس بالاضطهاد. ده مش كان ايامكم يا كابتن حسن، ده اتولد ايامكم. لا ما هو زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه الثانيه مش احنا بس، ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ بجد والزمالك والله والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي الاسم واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقف 18 يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت انا هطلع لك انذار تعالى اقف والله اقف زي شويه نقول الحكام شويه نقول مش عارف ايه، لكن ما انا كل عاوز المفروض فرقه كبيره يعني المفروض ما ياثرش هنا كل الكلام دوت، المفروض حظ حكام مش عارف ايه انا ما بنتقدش، انا بتكلم الكلام اللي هو السائر او ده اللي بيتقال، بس مهما كان ده مش ممكن يعني ما هنكسب يعني انا مع احترامي. دخلت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن؟ كل ضربات الجزاء من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيش ولا واحده ارفمش ولا واحده جميله يا كابتن ولا واحده سليمه ولا واحده ضربه جزاء. ايه الطلب ده؟ من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي كهربا الماتش الجاي عشان نعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. لا دي واحده قلت زي ما بقول لك اهو، لا قلت لي ما تلعبش. انا كنت بقول للحكام وانا بدرب الزمالك كنت بقول لهم حاجات اخش فيها السجن. لما رحت مسكت وادي دجله المقصه مره بصيت لحكم كده بس وقفت 4 ماتشات. والله العظيم وهو نفس الحكم قلت له والله العظيم يا دوبك كده بس اطلع بره يا ابني انا لسه شاتمك من سنه والله العظيم. قصه حصلت. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام. كابتن ايمن يعني راجل عنده خبره كبيره قوي. الجون بتاع الشوط الاولاني ده عيب في تاريخه، عيب. انا بقول للكابتن رضا بلتاجي عيب ان جون زي ده يتلغي دجله. انا مش فرحان ان انا اتعادلت مع الزمالك، انا حزين ان الحكم ساعد نادي الزمالك ان هو يرجع للماتش مره ثانيه. وبقول تاني لنادي الزمالك مبروك النقطه. كان الزمالك يجيب حكم اجنبي؟ اتفقوا ان الزمالك يجيب حكم اجنبي. عارفين قصه الحكم الاجنبي دي جت ازاي؟ جت في المدرجات بعد الزمالك ما جاب الجول وكسب سموحه الاصوات بقى في المقصوره، وانا عارف الاصوات دي ليه مدى تاثيرها. حكم اجنبي لازم حكم اجنبي عشان يكسب سيراميكا، لازم حكم اجنبي. انا كنت عايز اعرف العبقري اللي فكر في الحكم الاجنبي. هو انت فاكر الحكم الاجنبي في صالح الزمالك؟ لا طبعا مش صالح الزمالك، وش انا ما اعرفش ده. لا او الحكم المصري افضل من الحكم الاجنبي للزمالك او الاهلي. الامور كابتن عفت انت مع ان الزمالك اعلن انه هيجيب حكام اجانب لماتش سيراميكا وبعدين اعلن، بس ما اعتقدش ان عندهم فلوس يقدروا يجيبوا، من باب اولى نسدد اللي علينا. ما هو مش كانوش هيدفعوا، قالوا يعني الناس هتدفع بس اعلن الزمالك وات ايفر بقى محبين النادي الاعمال بس اعلن هذا الكلام. الحكم الاجنبي مش في صالحه وبعت لاتحاد الكوره جواب مش في صالحك ازاي؟ مش في صالح الزمالك. ليه بقى؟ الحكم الاجنبي لما بيجي مصر في بعض الكورات كلنا بنختلف عليها تحكيم كويس، بس حته بقى انك تقع وتستنى وتقف وتنام وتقوم وبتاع هيبقى في جدل. انما الحكم المصري احنا خلاص خدنا على الديله ممكن يفوت تفرق. بس الزمالك بعد جواب هيصعب عليه الجمهور والزمالك يعني؟ طبعا بيحصل. على فكره اي حكم. انت قصدك الضغوط، يعني الضغوط بتاثر. الضغوط طبعا، ضغوط الجماهير لو كان من البلد والله العظيم انا نصحت بكده، بس الزمالك بقى عمل فيها التوت فروت وقام بعت جواب رسمي حط نفسه في موقف وحش، شكله وحش كابتن عفت تروح كلم بقى حد بالدهب. قال في ماتشاته انا قدام الاهلي بحب ماتشات الاهلي ليه؟ طول ال 90 دقيقه ما بيبقوش 90 دقيقه يعني اكتر من طبعا تخش 95 دقيقه ابو ده الكلام ده، فانت طول ما انت عليك هجمات كتير وشغل كتير فانت فايق على طول مركز في المباراه. لكن الزمالك بيخش فيك على طول. ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط. انت زملكاوي ولا ايه؟ والله ولما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا متفقين مفيش مشاكل يعني كان بيقول لنا مثلا اكسبوا المباراه دي عشان احنا يعني لصالحهم هم، مش مثلا ايه فوتوا لنا المباراه عشان لا اكسبوا المباراه دي واحنا هنديكم مبلغ. انما احنا طبعا ما كناش بنرضى، انما كانت ممكن تحصل في بعد كده في العيب. مين يعني قول لي واقعه يعني واقعه انت ما تنساهاش وانتوا رفضتوا. انا كان نادي الزمالك بييجوا يعرضوا علينا فلوس ان انتوا تكسبوا عشان ايه؟ يعني الزمالك كان بيعرض عليك انك انت تكسب. وفي الفتره اللي كنت بلعب في مصري كان يعني كنت في فورمه غير عاديه، يعني اعمل كوره تيجي جول. انا لعبت مع المصري 24 مباراه جايب 17 جول، واخد كاس مصر قبل نهائي افريقيا ثاني دوري في الفتره دي. يوم ماتش الزمالك انا طلبت من الاداره ان انا ما العبش،
مش قادر العب فعلا، اقسم بالله العظيم. قلت له انا مش عايز العب. قالوا لي ايه؟ قلت له انا ما اقدرش اشوف الزمالك مغلوب، والله العظيم الكلام حصل مني. فمستر مايكل كروجر جه قعد معايا وقعد قال لي لا ده لازم تلعب والجماهير المصري وبتاع. قلت له الجماهير المصري عارف انا زملكاوي، انا مش هعرف ابقى منافق يعني، مش هقدر. لدرجه ان انا في الشوط الاولاني بعد ما نزلت المباراه في كوره عملتها فكانت في جون في الزمالك، فعملت عارف يعني مش هتبقى عايز واحد بنفسك هياخد دوري، ده شعور اللعيبه ممكن، فمش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، هتلعب لكن مش هتقتل نفسك. في ناس يقول لك طب الاطراف اللي كانت شغاله في ماتش الزمالك والاهلي مش شغاله ليه في الاسماعيلي؟ ان ماتش الاهلي ده حال ده انت تلعبه يعني، الاهلي مش زي اي ماتش. ثانيا هقول لك حاجه، لكن مش انا شايف ان اللعيبه مش يعني ايه الدافع بالنسبه لها؟ هيقول لك الضمير، ضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع الحقيقي بجد كلاعب ان انا هموت نفسي عشان الاهلي ياخد؟ انا بتكلم بصراحه على فكره، مش لازم اقعد انمق لكن ايه اللي يخليني انا اموت نفسي عشان المنافس اللي انا بيني وبينه بعد طول عمري اغيظ واحد صاحبي انت خد كام بطوله، ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو اللي ياخد الدوري؟ كنت بخدم على نادي الزمالك كتير جدا جدا، وياما شلت بلاوي سودا، وياما شلت تقرير حكام، اقول بصراحه يعني، وياما كنت اجيب الحكم عشان خاطري ما تشطبش الكابتن فلان، ما تشطبش في عملت اللي ما حدش عمله، ابصر كلامك بصراحه يعني. هو حد حاسب وقف الخيط؟ انا نشرت الخطاب في التوقيت اللي انا عايزه كنادي الزمالك ومصلحه نادي الزمالك. اتعملت ازاي؟ دي قصه بتاعتنا، دي قصه بتاعتنا. في محترمين وانا جايب له حكم هو بيحبه وهو مبسوط منه. اللي هو مين؟ ماتش الزمالك والمقص بيعجب له مين؟ بيعجب ايش؟ زي الفل ملوش حاجه، زي الفل احسن زي الفل ما تقولش لحد خالص كلام. لا انا اقول لك انت بس. وكان ماتش اتحاد الاهلي والزمالك اللي انسحب فيه فاروق جعفر ساب الفرقه ومشي، وكان مستشار مرتضى منصور كان وكيل النادي، فاصدروا قرار بان هم هينسحبوا من الدوري، وكانت جد بقى في دلوقتي يعني. فانا انسحاب يعني نادي الزمالك ينزل درجه رابعه، فكلمت الدكتور جمزوكي رئيس الوزراء قلت له انا هحل نادي الزمالك، هو له اهتمامات في الزمالك انه في قرابه ونسب هناك يعني. قال لي طيب. بعد 5 دقايق كلمني قال لي طب ما تحل اتحاد الكوره. انا اقول لك على حاجه بلاش حد يعرفها عشان يعرف علاقه المصري والزمالك جامده. ممكن ما اقولهاش بس الامانه اللي كنت لازم اقولها. كان الماتش اللي قبليه كنا احنا بننافس على الهبوط، بنلعب مين بقى؟ بورسعيد، لازم نكسبه. مين؟ الزمالك ولا كان ليه في الطور ولا هياخد مركز ثاني ولا ده ولا ده، هو الثالث خلاص بعد عن المنافسه. كان ساعتها الماتشات 4-4 و4-3. ايوه فاكر الماتشات دي السنه دي، هي دي السنه. فالمصري محتاج الماتش. فساعتها انا كنت ساعتها يعني جمال عندنا ماتش اسماعيلي، انا بقى ساعتها بلعب في مصر. جمال عندنا ماتش جاي الاسماعيلي عايزين بقى نظبطه بقى وبتاع عشان ياخد الدوري الاهلي ما ياخدوش. يعني انت قصدك احنا نكسب الزمالك عشان ما نبقاش محتاجين ماتش الاسماعيلي. عشان انت فاهمني. والنبي كنا هنموت نفسنا برضه قدام الاسماعيلي، بس عايزين نايم بتوع الزمالك كابتن حازم، عايزين الماتش يا كابتن بتاع، والجمهور يشجع. الجمهور كان بيعشق الزمالك بصراحه وشجع البتاع لدرجه ان مدحت عبد الهادي حط جون وكان ميت حصل في لعيبه الزمالك نفسها. كنا كاسبين 1-0 حط جون التعادل كده، احنا محتاجين ماتش ايه الاسماعيلي. في اخر دقيقه احنا حاطين 2-1 دول لعيبه الزمالك كانوا متضايقين مدحت عبد الهادي جاب جون. والله كان في الفتره دي متضايقين، مش متضايقين زعلانين اللي جه جون، هم بيلعبوا عادي يعني انت فاهمني، بس الكوره دخلت فعلا صعبه ودخلت. والله يعني انت لما تلاقي حاجه صعبه وتلاقيها دخلت تتفاجئ اللي هي دخلت. هو ربنا شاء اللي هي تدخل. لغايه وليد ابو العلا في اخر دقيقه حط جون. فلعيبه الزمالك نفسهم اتصدموا. اتصدموا جون والله ما في واحد فرح. مش عايزين يكسبوا الماتش تقريبا، ما كانش او مش تقريبا، هم بيلعبوا عادي فري. وبعدين كنت متفق مع شركه اخرى انترناشونال، كان شركه فيليبس. فاكر فاكر. وبعد كده زي الاهلي اعلى من الاهلي. وبعد كده الاستاذ ابراهيم نافع رحمه الله عليه جابنا وطلب مننا نتقابل، وقابلنا، وكان في وجود كابتن حسن حمدي ووجود الكابتن الخطيب كان ممثلين اللجنه، ومن عندنا كان في وجود المهندس ياسر ادريس، وكان الاستاذ خالد فؤاد كان ماسك مجله الزمالك، وسويت هذه العمليه وخدنا اعلى من النادي الاهلي. اعلى من الاهلي من الاهرام. ايوه يعني نادي الزمالك كان واخد من وكاله الاهرام تسويق اعلى من النادي الاهلي. بعد ما غيرنا نزلت على غزل المحله، رجعت على غزل المحله، لعبت السيمي فاينال كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش. جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي ما طوعنيش. فرص وانت ما حبيتش تحدد. جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها نركز مع بعضينا لدرجه ان انا جالك فرص جالي فرص وما قدرتش، لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن. في يوم واحده ما قلت له شيل، يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه، انا خلاص يعني لازم احط تقول لكابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده شيل يعني. سمعت التدليس؟ مستني ايه بقى؟ لايك وشير وابعتها له.